من روائع الدروس للشيخ محمد الشنقيطي. لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا قصة بناء البيت. فلما أكل آدم من الشجرة وأمر الله بهبوطه إلى الأرض: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هبط آدم تلقى من ربه الكلمات، وأمر الله الملائكة أن تبني مقابل البيت المعمور بيتا في الأرض مثله يطوف به آدم، لأن كل من أخطأ وطاف بالبيت فإن الله يغفر له. فما كانت بداية الطواف بالبيت المعمور إلا لظن الملائكة أنه مستعجل، وكذلك طواف آدم بالبيت لحصول المعصية منه. فطاف آدم بالبيت وهو يطوف به تذكر الجنة، فلما تذكر الجنة بكى فقال: يا رب تذكرت الجنة. فأمر الله الملائكة أن تنزل إليه حجرا من الجنة كان آدم يعرفه في الجنة، فنزلت بالحجر الأسود، ولم يكن وقت نزوله أسودا بل كان أبيض مثل اللبن من شدة بياضه يشع نورا. فلما رآه آدم قبله ووضعه جهة البيت. استمر بناء الملائكة للبيت إلى عهد نوح عليه الصلاة والسلام. في عهد نوح جاء الطوفان الذي ملأ الأرض فتهدمت الكعبة ولم يبق لها إلا الأثر، ثم اندثر الأثر وبقيت ربوة من تراب لا يعرف الناس مكانها، ولم يبق من الآثار إلا الأخشبان، والأخشبان جبل أبي قبيس وجبل يسمى قيقعان. فلما أهلك الله قوم نوح ومن على وجه الأرض اندثر البيت. والآن مع الدرس. مكة كانت قبل خلق آدم، بقعتها معروفة، فإن أول من بنى البيت هم الملائكة، على خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال. قيل إن الله بنى البيت بنفسه، ولذلك قال تعالى: إن أول بيت وضع، ولم يقل بني، وقوله وضع دل على الخلق الفوري لهذا البيت، وأما البناء فهو لبنة بعد لبنة، وأما الله فوضع البيت يوم خلق الأرض، على هذا القول الأول. أما القول الثاني أن البيت مبني، أول من بناه هم الملائكة. وسبب بناء الملائكة للبيت حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم علة بناء البيت المعمور. فإن الله عز وجل لما أراد خلق آدم قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فماذا قالت الملائكة؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكأنهم استعجلوا عرض هذا الأمر على الله قبل الإذن لهم، فخافوا الله. فلما خافوا الله فروا إلى الله، فأمر الله ببناء البيت المعمور. وأمر الله عز وجل إذا توجه للمعدوم أصبح موجودا. لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا قصة بناء البيت. فلما أكل آدم من الشجرة وأمر الله بهبوطه إلى الأرض: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هبط آدم تلقى من ربه الكلمات، وأمر الله الملائكة أن تبني مقابل البيت المعمور بيتا في الأرض مثله يطوف به آدم، لأن كل من أخطأ وطاف بالبيت فإن الله يغفر له. فما كانت بداية الطواف بالبيت المعمور إلا لظن الملائكة أنه مستعجل، وكذلك طواف آدم بالبيت لحصول المعصية منه. فطاف آدم بالبيت وهو يطوف به تذكر الجنة، فلما تذكر الجنة بكى فقال: يا رب تذكرت الجنة.
فأمر الله الملائكة أن تنزل إليه حجرا من الجنة كان آدم يعرفه في الجنة، فنزلت بالحجر الأسود، ولم يكن وقت نزوله أسودا بل كان أبيض مثل اللبن من شدة بياضه يشع نورا. فلما رآه آدم قبله ووضعه جهة البيت، وقيل وضعه في مكان في البيت، فكان يطوف وكلما مر به تذكر الجنة فبكى وقبله.